عملتلك البسكوت اللي عامل نفسه بيتي فور، سهل جدا جدا، مش هياخد معاكي وقت وهيرمي معاكي كمية من 2.5 كوب دقيق، عمل معايا 1.4 كيلو. سهل جدا وبسيط ومش هيكلفك اي حاجة، وتحفة وطعمه خفيف قوي وهش وبيدوب في البق دوبان. عملته بصوص الشوكولاتة، هتاكليه سادة من غير اي حاجة. بصي خفيف جدا ودايب دوبان، بصي قدامك اهو دايب دوبان، مش قادرة اقولك. من 2.5 كوب دقيق، سهل وبسيط. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ست البنات، ما استأذنك تشتركي في القناة وتعملي اللايك الحلو والكومنت الحلو. سمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ في الوصفة. هنجيب معانا بولة فاضية، هنحط فيها بيضة بدرجة حرارة المطبخ، تمام. طرف المعلقة فانيليا، نص كوباية سكر، بس سكر العادي حبيبات. هنقلب كويس جدا لحد ما يتجانس مع بعض. هنحط معانا 1.4 كوباية زيت، تمام. 1.4 كوباية. عايزة زيت على سمنة مفيش مشكلة، عايزة زبدة على سمنة على زيت مفيش مشكلة، بس لازم يكون في زيت، تمام. هنجيب معانا بشر برتقانة، عندك تانج مفيش مشكلة حطي عشان يعزز معانا الطعم. معلقتين كاستر، معلقتين نشا. قلبي كويس جدا جدا جدا. معانا دقيق، 2.5 كوباية دقيق، ربع معلقة بيكنج باودر. هنحط كوبايتين الاول ونحط النص على جنب، لو احتاجناه هنحطه. انا عوزت بقيه الدقيق، نقصت من النص كوبايه دي معلقه كبيره بس، ركنتها ما عوزتهاش. الدقيق معايا يعني اكتمل لحد كده. 2.5 كوباية دقيق الا معلقه كبيره، زي ما انت شايفه. هلم العجينه كويس جدا لحد ما تبقى طريه، ما بتلزقش، ناعمه ما بتلزقش اهو. زي ما انت شايفه ناعمه مش بتلزق اهو، زي ما انت شايفه اهو. معلقه كبيره اتبقى من الدقيق، ما عوزتهاش ركنتها على جنب. هجيب العجينه بتاعتي ولا هسيبها ترتاح ولا اي حاجه. هنكورها كور صغيره كده، تمام. بالسمك اللي انت شايفاه الوسط ده، ما ترفعهاش عشان ما تنشفش معاكي وتبقى حجر. ما تنسيش ان احنا حاطين زيت، تمام. هتشكليها بالتشكيله اللي تعجبك، باي غطا عندك، اي حاجه عندك سهله شكلي بيها. مش عايزه تشكلي مفيش اي مشكله. وهتجيبي صاج متون زيت وهتدهني كويس جدا، وبعد كده ترصي العجينه زي ما انت شايف. عمل معايا صاج وصينيه، زي ما انت شايفه اهو. عمل معايا 1.4 كيلو بسكوت من 2.5 كوباية دقيق، 1.4 كيلو. طعمه تحفه تحفه تحفه. زي ما انت شايفه هحطه في الفرن على درجه حراره 180، وهتابعه كويس جدا. اول ما هيطلع هيهدى شويه، هجيب صينيه واحط تحت منها، وهفردها بكيسه. زي ما انت شايفه اهو، بصوا استوى معايا، ما خدش نص ساعه في الفرن، 30 دقيقه بالظبط استوى معايا. جبت بقى سيحت شوكولاته خام، او مش عايزه تسيحي بيتاكل كده وجميل وزي الفل، بس يستحسن عشان خاطر ايه، العيال تاكله ويبقى مستطعمينه احلى. هتجيبي صوص الشوكولاته بتاعنا وهتغرزي جنب منه، بس كده هتغرقي جنب منه وتحطيه وترصيه على جنب لحد ما ينشف. هتعملي الكمية كلها. عايزة تشكلي بقى عندك فورمايسيل، ما عندكيش مفيش اي مشكلة، بس هتخلصيه وتحطيه في التلاجة يهدى شوية، او في مكان فيه تهوية عشان الشوكولاتة تنشف. وما تنسيش اللايك والاشتراك حبيبتي.